اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في لايف جديد حول المشاكل، نفس المشاكل اللي كتعاني منها جماعه ديال الصخيرات وخصوصا الفردوس واحد الفردوس، جوج مشاكل مرتبطه بالغش في البناء. وهذه المشاكل اللي حاولنا اننا نديروا مجموعه ديال اللايفات، مجموعه ديال الامور على حسب انهم باش نتفاداو وما توقعش شي كارثه. فعوده الى واحد الشقه اللي كنا صورنا فيها، هذا واحد الشهر تقريبا كنا صورنا في هذه الشقه هذه. جاو الناس ديال الشركه بداو خدامين، ولكن المعايير باش خدموا هاد الاشغال ديال هاد الشقه هذه غير مطابقه تماما الامور اللي كاينه في دفتر التحملات والسي بي اس الخاص بهذا البناء ديال السكن الاقتصادي. اذا اليوم من الفردوس في السيكتور واحد، المجموعه السكنيه الاف العماره واحد، الشقه رقم 4. اذا نحاولوا ندخلوا كما كتشوفوا ان الاشغال كانت بدات وتوقفات، والاسباب غادي نجيو وغادي نتفرغوا فيها، وغادي نحاولوا اننا نفسروها ونعطيوها بلي ديتاي باش يكون فهم اعمق لهذه المشاكل اللي كتوقع بالفردوس. اذا هاد الناس هادو كانوا بداو عندهم الاشغال كما قلت. نذكر بالعنوان ديال هاد الشقه السكنيه، مجموعه الفردوس واحد، العماره المجموعه اف، العماره رقم 1، الشقه رقم 4. اذا هاد الشقه كانوا جاو بداو، ولكن غادي نهضروا وغنقولوا المجموعه ديال المشاكل اللي كانت وقعت في هاد الشقه، وعلاش الناس دابا الى حدود اليوم باقي ما صلحوش لهم. نديروا واحد اطلاله صغيره على هاد المشاكل هذه اللي كاين هنا. كما كنشوفوا ان هذا الشق نحاولوا نشوفوا الطراساج ديالو. يعني هذا الشق هذا من جوج الجويه، غنشوفوا من الجهه الاخرى ديال الاخر. كما كتلاحظوا انه نفس الشق، يعني هذا الحيط هذا ما شادش على شي حاجه ديال الصح. وكما قلنا فالاساس المشكل ديال هذا الشيء هو ان هذا الحيط هذو ما كيتبناوش على الضاله، وانما مبنيين على التراب. الشيء اللي كيخلي ان هذا التراب مع المده انه كيهوى وكيتسبب لنا في هذا الشقوق هذا. كما كتشوف فالدار كامله شقق. وكما قلنا المشكل هو ان الحيوطه ما كيكونوش فوق الضاله، يعني خاصه هذه الحيوطه ديال داخل الشقه كيكونوا فوق التراب. الشيء اللي مع المده ومع الشتاء ومع مجموعه ديال الامور ان كيخلي هذاك التراب يهوى وكيخلق لنا واحد المشاكل. فإلا بغينا نهضروا على هذا المشكل هذا، هاد الناس هادو جاو عندهم دابا واحد الشهر تقريبا باش جاو، كانوا صلحوا وكانوا بغاو يقادوا لهم غير هذا الكولوار هذا. والطريقه باش كانوا كيصلحوا يعني ما عجبتش الناس ديال الاخر، حيت الناس كلشي ولا فاهم في هاد الامور هذه التقنيه وكيفاش كيدار البني وشنو خصو يدار والليطاب اللي خصو يدار. فملي كنعرفوا ان كاين شي اشكال في شي شقه، انه ما كايناش الضاله ولا الضاله ضعيفه ولا كاين شي مشكل اخر، فالاساس في هذا مثل هاد الشقق كيكون واحد كيهبطوا بالحفير واحد 40 سنتيم حتى 50 سنتيم. من بعدها الاصل والاساس هو انه خصهم يكومباكتاو، يعني يدكوا داك التراب ديالهم. ومن بعد عاد كيجي لابوراتوار باش كيشوف هاد لابوراتوار كيشوف داك الكومباكتاج واش هو هذاك ولا لا. من بعد عاد كيعطي الاوكي، كذلك مع مكتب ديال الدراسه اللي كيفاليدي لهم هذا الشيء. عاد كيدوزوا ليطاب الثانيه اللي هي انهم خصهم يديروا واحد 20 سنتيم تقريبا ديال التوفنه، او لا يقدروا ممكن انهم يعوضوها بالبلوكاج. البلوكاج هو داك الحجار اللي كنا كنبنيو به شحال هذه. من بعدها كيجي واحد العازل، واحد الميكا اللي خصها دار على مستوى الارضيه كامله، اللي كتمنع التسرب ديال المياه والرطوبه من تحت الارض من الشقه. من بعدها كتجي العمليه ديال الحديد، يعني كيلوحوا الحديد ديالهم، القطبان ديال الحديد اللي في الاصل خاصو يكون
بين الحديده والحديده واحد 20 سنتيم. عاد من بعدها هاد الضاله هادي خصها تكون فيها واحد 12 13 سنتيم. فائده بينا في بلايص اخرى كنلقاو ان مجموعه ديال الارضيات الضلاج ما محترمش المعايير، وانما كتلقى فيه 7 8 كاقصى حد في بعض الشقق. هذا الشيء اللي كيخلي ان هذه المشاكل هذه كامله كتبقى كيعانيو منها الساكنه. فهاد الشقه هذه الشركه عطاتهم الشقه فين يسكنوا ريثما انهم يصلحوا لهم، ولكن شهر هذا مع واحد المعاناه نفسيه ومعاناه ماديه. كنعرفوا اي واحد الا بدل المسكن ديالو فكتزاد عليه مجموعه ديال الامور. فالى يومنا هذا هاد الناس باقي ما قادوا معاهم حتى شي حاجه، يعني كيجيو كيخدموا شويه وكيمشيو، او كيجيو كيبغيو يخدموا ولكن ما كيبغيوش يحترموا المعايير المعتمد بها. وكروايه عن صاحب الشقه انه جاو لابوراتوار في الاول، يعني جا لابوراتوار قال لهم شنو خصو يدار بحضور ممثل ديال الشركه صاحبه المشروع، وكذلك بحضور الشركات اللي شادين من عند صاحب المشروع اللي هي الشركه اللي شاده المشروع في الاصل. فاتفقوا على اساس ان غادا تحفر الدار كامله 40 سنتيم، وغادي يدك التراب مزيان، من بعدها 20 سنتيم ديال التوفنه، من بعدها الميكا، ومن بعدها الحديد، وعاد الدار تكون فيها واحد 12 ولا 13. لكن الساكنه وصاحب الشقه كيتفاجئ انه ما تم احترام حتى شي حاجه من هذا الشيء، في ضرب سافر للقوانين المنظمه لهاد الاشغال ولهاد الامور. فالغالب في الامر هي كنعرفوا ان هذا البيطون اللي تكون في علم جميع الناس اللي كيصلحوا لهم في جميع المناطق هنا في الصخيرات، على اساس ان البيطون اللي خصو يدار في الشقق السكنيه الخاص بالارضيات فخصو يكون كيجي في القروه في الكاميو ديالو البيطونيه وكيحط لهم الكاس ديالهم. فهاد الناس هادو بواحد الشكل عشوائي ما محترمين حتى شي حاجه، كيخلطوا الكياس والسيمه والرمله غير بيديهم بالبلاط وكيعبروا بالخيش والمسائل الاخرى في ضرب سافر القوانين المنظمه اللي كتقول باللي اي دار خصها تلاح الا وتكون جايه من الشركه باش كنعرفوا مع من تحاسبوا من بعد، وباش هذيك الشركه ملي كتعمر لهم الكاميو ديال البيطون وكيجي كياخذوا واحد العينه من هذيك الخرسانه من الكياس وكيديوها للمختبر باش يتاكدوا من السلامه ديالها. فهاد الناس في ضرب سافر للقوانين كيخلطوا الكياس على بيديهم، المعلمين كيحطوا الرمله السيمه والكياس وخلط، وكما كيقول المثل يعني وعطى العوار. فمن العيب والعار اننا نشوفوا مجموعه ديال الامور بحال هذه، من العيب والعار نشوفوا ان الناس شهر وهما كيتسناو. اضيف الى ذلك مشكل اخر، فإلا جينا نشوفوا مثلا إلا شفنا غادي نقدر بلاتي نقدر نشير لكم الصبع، يعني هذا هو الحد ديال الضاله اللي داروا تقريبا. نقرب شويه، هو هذا يعني غير في الكولوار جايين من هنا ودايرين، جايين عاوتاني من هذه الجهه هذه، اكتفاو بهذا القدر هذا قدام البيت وجاو هنا، وكذلك اكتفاو بالنهايه ديال هذا الممر هذا. فالمشكل اللي وقع هنا شنو هو ان هناك الفيديو عفاك. المشكل اللي واقع هو ان هاد الداره ولا هاد الطرف المورثو اللي كيبغيو يخدموا يديروا له الداره فكيكون فيه مشاكل كبيره بزاف. علاش؟ هاد القطبان ديال الحديد واللي كيحطوهم وكيديروا ديك 20 سنتيم فما كيحاولوش انهم يربطوهم بالسلك اللي كيكون مثلا في الجهه الاخرى. ضوي لي هنا، يعني هاد السلوك انا غنوريكم في الفيديو كل شيء. هاد السلوك القطبان اللي كيكونوا حطوهم في هاد الكولوار هذا اللي خدموا ما كيكونوش مطاشين مع الجهه الاخرى، يعني الجهه الاخرى ديال الاخرى، يعني حاطينوا هذه. وكاثبات عندنا مجموعه ديال الفيديوهات، مجموعه ديال التسجيلات اللي كتثبت هذا الشيء. فكما كنشوفوا عندنا صور، عندنا فيديوهات. شوفوا هاد الصوره هذه كما كتشوفوا القطبان غير محطوطين ما مطاشينش مع السلك الاخر، يعني هذه هي الخدمه ديال التعربيز. هذا هو اقصى ما يمكننا اننا نقولوا. كما كتشوفوا في النهايه ديال الحديد هذا غير حاطينه على الارض وكيغطيو بالسيمه وكيمشيو. فما كنبغيوش نجبدوا لاستيك مع هاد الناس هادو،
كاينه مجموعه ديال الامور خارقين فيها القانون، ولكن كنحاولوا اننا نتغاضوا عليها باش نحاولوا نديروا الطريق منين الناس يصلحوا. كذلك الشركه ما تبقاش مكرفصه في هذه الاشغال هذه، ولكن الشركه النيه ديالها ما زالت مجهوله. فكما شفنا شهروا هاد الناس خارجين من الشقه ديالهم، شهروا هاد الناس في معاناه يوميه، غيجيو الخدامه ما غيجيوش، غيجي يديروا ديتيد ما غيجيش، غيجي لابو جا مشى شنو قال وما الى ذلك. مجموعه من الخروقات كذلك اللي كنهضروا عليها، وهي المرتبطه مرتبطه ان في الاصل الا بغينا نخدموا فاي دار غادي يدخل لها اي عامل من العمال ديال الشركه، سواء الشركه الام او الشركه اللي تفوض لها انها تقوم بهذه الاشغال هادو، فخصو يكون عنده واحد لورد ميسيون. لورد ميسيون هو الاذن بالعمل. هذا الاذن بالعمل ما كيكون لا اذن بالعمل لا شي حاجه، ولكن الناس كيحاولوا انهم ما يوركوش على القانون باش ييسروا وباش هذا الشيء يكمل، ولكن الشركه باذان صم ما كتسوقش لهذه الهضره هذه. اضيف الى ذلك باللي كيجي لابوراتوار كيجي المختبر. اضيف الى ذلك واحد المشكل اخر ومشكل خطير بزاف، ملي كيجي المختبر لابو كيجي يعاين الشقه اول مره فكيعطيهم شنو خصو يدار، وبعد ذلك كيحاول انه يجيب واحد التقرير مفصل على المشاكل اللي كاينه وكذلك الطريقه ديال الاصلاح ديال هذه الشقه. والخرق هنا فين كاين هو ان صاحب الشقه ممنوع انه ياخذ هذا التقرير هذا، فيكفي اننا عير ملي خرجنا هاد الناس وعطيناهم شقق اخرى انها يسكنوا فيها ريت ما يتصلح لهم، فهذا بحد ذاته خرق، حيث ما يمكنش نخرج واحد الناس من واحد البنايه وانا ما عنديش حتى شي مشكل، مادام خرجتوا هاد الناس عطيتهم شقق فين يسكنوا ريت ما تصلحوا لهم، فاذا كاين مشاكل عويصه. نتمنى ان الشركه تقوم بالواجب عليها. اضافه لذلك ان كان مشاكل على مستوى هذا المطبخ هذا في الارضيه، كان الزليج كامل مقلع، واصحاب الشقه كيتفاجئوا انهم ما حفروش، ما كومباكطاوش التراب، ما داروش التوفنو، ما داروش البلوقاج، وانما اكتشفوا انهم قلعوا داك الزليج اللي مقلع من الفوق، واكتشفوا انهم يوضعوا واحد شويه ديال الفورمه باش يدوزوا الامور باقل الخسائر. فالشركه هنا كنحملوها جميع المسؤوليه، كذلك ماشي الشركه وانما كذلك الناس ديال الجماعه، على راسهم رئيس المجلس الجماعي اللي ضروري في اي مشروع سكني كيعطيو ديك شهاده السكنه او تسليم السكن، اللي خاص ان دفتر التحملات يكون مطابق لما هو على ارض الواقع. فهنا في هذه الخروقات هذه وعندنا مجموعه ديال الفيديوهات، مجموعه ديال المشاكل ما بغيناش نسردوها كامله، وانما كنحاولوا اننا ما نكبروش الموضوع. النيه منا ان الشركه تدخل وتخدم بالمعقول. كذلك مشاكل اخرى ان شباب وشابات ديال الفردوس قاموا بواحد المبادره دابا تقريبا شي عام و4 شهور، وخداو واحد على عاتقهم انهم يديروا واحد العريضه مطلبيه، اللي استطاعوا انهم يجمعوا 665 توقيع في هذه العريضه. ومن بين هذه المشاكل اللي تقدمت في العريضه وهو الغش في البناء على مستوى المشاريع السكنيه، وخاصه الفردوس 1 والفردوس 2. لكن الى يومنا هذا مازال ما تلقيناش شي جواب في هذا الشيء اللي كيخلي اننا نوضعوا مجموعه ديال الاتهامات، مجموعه ديال الاستفهامات اللي ما مفهوماش. كنتمنى ان السلطه جميع السلطه بمختلف مكوناتها انها تنخرط وتحاول انها تفك هذه المشاكل هادو. فكنعرفوا ان الاعوان السلطه غير كتحط شي طوبه كيجي كيوقف عليك. هذا الشيء لا بالنسبه للبرارك لا بالنسبه لهنا للشقق السكنيه. فكيفاش هذه السلطه هذه واش ما في اخبارهاش هذا الشيء؟ واش ما كافيش اننا نقدموا عرائض؟ واش ما كافيش اننا نقدموا مجموعه من المراسلات للجماعه اللي تحفظات وما بغاتش تاخذ من عندنا؟ حتى هي غنديروا لها ان شاء الله واحد الحلقه خاصه، حضرنا مراسله بغينا نحطوها لرئيس المجلس الجماعي، كنمشيو لمكتب الضبط فاذا بنا نتفاجأ انهم شدوا مجموعه ديال المراسلات، ولكن المراسله اللي فيها الغش في البناء فاعترضوا على انهم ياخذوها. مازال متبعين الامور، غناخذوا شويه ديال الوقت باش نرتاحوا ونكملوا في هذاك المشكل نيت.
نتمناو من السلطات تدخل على المشكل، تحاول انها تجمع ما يمكن انه يتجمع. فمن العيب والعار ان بحال هذه المشاكل في 2025 المغرب مقبل على مجموعه ديال التظاهرات الرياضيه العالميه، وحنا باقيين مضاربين مع الطوب، مع الحيوطه غيطيحوا، مع مشاكل كراف ديال الاشغال في 2025 وحنا مقبلين على 2026. فكذلك إلا جينا نقارنوا بين الملاعب وكذلك المنشآت الرياضية والفندقية وغيرها الصحية اللي كتبنى في المغرب على المستوى الوطني، فما بغيناش نطيحوا في القضية ديال أننا نمشيو بسرعتين كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذه هي ماشي سرعتين، وإنما كنقول هذه هي 3 السرعات. فكان هذا ميساج واضح، نتمنوا الناس ديال السلطة كذلك الناس ديال الشركه ياخذوا به باش ما توقعش الكارثه. الدور ديالنا هو اننا كنبهوا مجموعه ديال الامور معتزمين اننا غادي نصعدوا فيها في اطار القانون واحترام القانون في اطار المعقول، فنتمنوا اننا ما نوصلوش لها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.